السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. بداية سنة دراسية جديدة. يا رب سنة سعيدة وكلها توفيق ونجاح ليكوا يا رب، وان شاء الله تكون سنة لطيفة خفيفة كده وكلها ميسرة ان شاء الله. النهاردة طبعا حتى في فترة ما قبل الانقطاع بتاعتي كنت ببقى رابطة شوية ان انا انزل رسومات او لا بالفيوز او المشاهدات، فده كان للأسف كان ساعات بيحبطني لما بلاقي مشاهدات قليلة، وبعدين الاقيني تكاسلت ان انا انزل فيديوز تاني، وبعدين ارجع واكمل، وبعدين احبط وحاجات كده يعني. بس انا ان شاء الله باذن الله، يعني الله المستعان، انا خلاص قررت انه لا، انا مش هربط نفسي باي حاجه. انا هنزل فيديوز وهتكلم وكل حاجه واعمل اللي انا عايزاه، حتى لو حد واحد بس اللي هيشوفني. اسوأ حاجه بجد ان البني ادم يربط سعادته بشخص معين او شيء معين او مكان معين، ظروف معينه ايا كان. ربط سعادتنا بحاجة أمر مهلك نفسيا جدا بجد. ف أنا خلاص يعني إن شاء الله أنا قررت الموضوع ده، لأ أنا هنزل فيديوز حتى لو حد واحد هيشوفني أو مش حدش هيشوفني أصلا. خلاص أنا حابة ده، أنا عايزة أرسم، أنا مش عايزة انقطع عن الرسم، وببقى ساعات عايزة أتكلم في حاجات ومواضيع، فخلاص يعني أنا حتى لو هتكلم في حاجة وحد واحد بس هتفيده. وانا صراحة عايزة اغير شوية في محتوى القناة، عايزة نبقى بنفيد بعض مش مجرد رسم، نرسم وفي نفس الوقت ندردش سوا، نتكلم في موضوع معين يكون ذو فائدة يعني. فدي نيتي يعني، فان شاء الله هعمل حاجة زي كده بإذن الله بإذن الله. و خلاص انا ما عدتش ههتم بموضوع الفيوز ده خالص، حتى لو حد 2 10 100 ايا كان، ما عدتش هركز في الموضوع ده. فده ان شاء الله اللي جاي. بالنسبة لي الرسم الديجيتال ارت، او اللي هو يعني ان انا ارسم على التابلت او ايا كان، انا عارفة ان ده ممكن ما يكونش متوافق مع ناس كتير، بس هحاول بقدر الامكان يكون برضو رسمة بسيطة وواضحة، بحيث انكم تقدروا تطبقوها. وهنجرب فترة. انا يعني للأسف مش متاح قوي ان انا التصوير واقعد بقى ورقة وقلم وكده واللوكيشن وبتاع، مش متاحة قوي بالنسبة لي الفترة دي، بس هحاول يعني من حين لآخر، يعني هشوف الله المسؤول في الحتة دي. بس لحد دلوقتي هيكون غالبا، والله اعلم لسه برضو، يعني كل حاجه بتتغير في لحظه كده. لحد دلوقتي هيكون ديجيتال ارت كده، بس حاولت زي ما قلت لكم تكون رسومات بسيطه بقدر الامكان، تكون واضحه خطواتها بحيث تقدروا تطبقوها انتوا بورقه وقلم، لان عارفه ان مش متاح للكل طبعا موضوع الايه الرسم الديجيتال ده. بالنسبه برضو يعني انا زي ما قلت لكم ناويه تكون رسومات ليها علاقه بموضوع نتكلم فيه. ما اعرف زي ما قلت لكم، تغيير فكري او الله اعلم، بس هو انا حابه يكون حاجه ذو فايده اكتر. يعني كنت بتقولي رسومات وبتاع، بس لا انا حابه برضو يبقى رسم ومعلومه برضو او حاجه نتكلم فيها. فانا جاي اتكلم معاكم النهارده في موضوع انه يا جماعه ما تجرؤوش نفسكم بنفسكم. الحياة مش مستاهلة. شايفين الأحداث الأخيرة في وطننا العربي، سواء في المغرب أو في ليبيا، ربنا يرحم يا رب كل الشهداء اللي ماتوا، و ربنا معاهم ومع أهاليهم والمصابين وكده. ف الدنيا بتتغير في لحظة، وسبحان مغير الأحوال بجد. يعني كتير من اللي كانوا في ليبيا خلاص، اللي هما كانوا بيمارسوا يومهم الطبيعي عادي، والمطر نزل كأنه يوم ممطر عادي وخلاص، ولا طبعا كان حد مدرك ولا في دماغه. فهو الدنيا كده يعني. أنا أو غيري أو أي حد، ليه نربط حياتنا بحاجة؟ وليه نعيش مضايقين نفسنا بسبب حاجة وتوقعاتنا مدمرة يعني الحياة وكل حاجة؟ لأ أنا لازم كذا وعايزة أعمل كذا، وإن ما عملتوش حياتي هتنتهي وحياتنا بتضيع وبنضيعها في الفاضي. كل حاجة ممكن تخلص في ثانية، وإن شاء الله يا رب ما يحصلش أي حاجة تاني، ربنا يحفظنا جميعا.
بس الفكرة انه دايما نكون حياتنا ماشية انه كأنها خلاص آخر يوم، محدش عارف بكرة في ايه، وربنا يا رب يحسن ختامنا كلنا جميعا. بس حتى في حياتنا العادية يعني نعمل اللي علينا في حياتنا ونعيش مبسوطين بقدر الإمكان، والباقي على ربنا، وإن شاء الله ربنا يكتب لنا الخير كلنا. فما تسيبش نفسك ليأس أو حزن، أو ما تشغلش حياتك بحاجة تضيع حياتك فيها في الفاضي، وتيجي في لحظة زي كده تقول آه يا ريت، يا ريتني عملت، يا ريتني كنت. كلمة يا ريت دي أسوأ حاجة ممكن تعملوها في حياتكم، وأسوأ مرحلة ممكن توصلولها في حياتكم. كلمة يا ريت والندم، آه ندم يوم لا ينفع الندم يعني. فبس دي حاجة كنت عايزة اتكلم معاكم فيها النهاردة، ودي رسمة النهاردة. ما تجرؤوش نفسكم بنفسكم، وما تستنوش اليوم او الظروف اللي تدفعكم قهرا وجبرا للتغيير. طول ما في فرصة واحنا بكامل صحتنا وطاقتنا وكده نتغير قبل فوات الاوان، وقبل ما نتحط في ظرف يدفعنا دفعا كده ان احنا لا لازم نتغير، لا كذا. للاسف الظروف اللي بتدفعنا دي بتكون غالبا ظرف مش احسن حاجة يعني. فربنا يا رب يحفظنا جميعا، وان شاء الله يا رب ما نتحط في اي حاجة او موقف وحش، ونعيش حياتنا كده كلنا بصحة وسعادة وراحة بال يا رب. وبس كده، اشوفك الفيديو الجاي، مع السلامة.